سنة رمضان هي طول النهار واقفة من صباحية ربنا، من أول ما تصحى الصبح لغاية ما المدفع يضرب، واقفة على رجلها تطبخ، تنظف، تشوف طلبات الولاد، وممكن تنزل تروح تجيبهم من المدرسة وترجع جري عشان تكمل، أو لو هي بتشتغل أصلا ترجع جري عشان تكمل اليوم العصيب اللي هي عايشاه من طبخ وغيره. أنت بتشتغل زي أي راجل في الدنيا ما بيشتغل، ترجع من شغلك تدخل تنام وتشخر لغاية الفطار ما يجي. أول ما بتدخل من البيت من الباب الشقة تتخانق وتزعق ومش طايق نفسك والجو حر وانا صايب وانا قرفان في الشغل انا شقيان. لا يا باشا، كل الرجاله بتشتغل وشقيانه، مش انت بس. ومش كل الستات بتقف الوقفه اللي مراتك واقفاها، مش كل الستات عندها المسؤوليه اللي هي فيها، مش كل الستات بتستحمل. هي بتعمل 50,000 حاجه في وقت واحد، فمحتاجه منك ان هي تسمع كلمه حلوه، كلمه طيبه، وخصوصا في الشهر الكريم ده ترجع من بره تقول لها كلمتين حلوين يصبروها على اليوم العصيب اللي هي عايشاه من صباحيه ربنا. مش تيجي كمان تزعق وتتأمر. احمد ربنا على الست اللي معاك، عشان مش كل الستات كده. احمد ربنا وقول لها كلمتين حلوين تاخد عليهم الاجر والثواب في الشهر الكريم ده. اسمع مني يا برنس الليالي. سلام عليكم.